محبي قناة مروكن سكوب، مرحبا بكم. بعد أيام قليلة من فوز المملكة المغربية بتنظيم كأس إفريقيا لسنة 2025 ب 22 صوت للمغرب مقابل 0 صوت للجزائر، خرج رئيس الجامعة المغربية فوزي القجع في لقاء مع راديو مارس صرح فيه أنه في 2025 ولأول مرة كأس إفريقيا ستلعب في فصل الصيف، وذلك رغبة منه في تمكين الجاليات الإفريقية المقيمة بأوروبا من الحضور ومشاهدة مباريات منتخباتها، وهذا الأمر غيكون متوازي مع احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد، وأنه كيوعد جميع المغاربة بتنظيم عالمي يرقى لتطلعات الشعب المغربي. لهذا تم هدم كل من مركب مولاي عبد الله بالرباط وإعادة إصلاح ملعب ابن بطوطة بطنجة باش يوليو في مستوى عالمي، وأن المغرب غيقوم باحتضان مجموعة من التظاهرات الإفريقية والعالمية قبل المونديال، ومنها كأس إفريقيا للسيدات، بل حتى تنظيم حفل الكرة الذهبية الإفريقية. ولأكد فوزي القجع أنه لازم تكون من نصيب لاعب مغربي لكل ما تم تحقيقه في مونديال قطر، وأكد في الختام بأن المغرب قادر على تنظيم كأس إفريقيا في أسبوعين فقط، وذلك لما يتوفر عليه المغرب من منشآت رياضية وفنادق عالمية وبنيات تحتية ذات جودة عالية. شكرا لك على مشاهدتك للفيديو، نتمنى أن يكون قد نال إعجابك. نرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، كما يمكنك الضغط على زر لايك لدعمنا. نحن نقدر دعمك وتشجيعك، وسنواصل تقديم محتوى جديد ومميز. شكرا مرة أخرى.